سمع كيفاش وصف الاعلامي حفيظ الدراجي البوليزاريو بالبهائم وكيفاش وصف الاتحاد الجزائري بالكيلان. سمع هذا التصريح هذا. بالقوانين، وذكرت بأنه الكاف اخترقت قوانين أمام أنظار رئيس الفيفا اللي عنده عدد أعضاء وأكثر من عدد الدول المعترف بها على الصعيد الدولي. وكان جو هذو الصحراء، وكان جو عندهم ايكيب تاع فوتبال، وكان يديروا دوموند في لافيفا يدخلوا عادي جدا. هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو، وتضيعون هذو ما نعرس تاع والديهم كاع. فهمت؟ الناس تصطاد في المياه العكرة وكل حاجة تكتب ضد المغرب، ولا كيفاش؟ ما كانش حتى حاجة ضد المغرب. ما كتبته ضد انفانتينو وضد الفيفا وضد هذا الكلب تاعنا تاع هذا اوف. خير الدين زكي هذا لعنة الله عليه. اذا كيف سمعتي التصريح حفيظ الدراجي كيوصف البوليزاريو بالبهائم وكيوصف الاتحاد الجزائري بالكيلان. التصريح هذا اكيد غادي يفرقع المراره ديال الجزائريين. ما كرهتش الشعب الجزائري، ولكن الجزائري اللي كيكرهوا المغرب واللي كيمولوا حفيظ الدراجي باش انه ديما يكون ضد المغرب وديما يسب المغرب. كل المغاربه كيعرفوا العداوه ديال حفيظ الدراجي للمغرب، ولكن هذا التصريح هذا ولا هذه المكالمه المسجله فرشات كل شيء.